الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ودي المسألة الرابعة مسألة شارع درباري نويج السنة. قد چه بحث بمكتن قد في عدد الرواتب درباري اجمار رواتبايا. ما رواتب چنه؟ قد والرواتب جمع راتبة. رواتب جمعة مفرد راتبية. رواتب يعني جلك، راتبة يعني ايك. راتبة يعني شا؟ قد وهي الدائمة المستمرة. قد راتبة أو تستيبر دوام بيتن، وهي التابعة للفرائض أو سنة يبر دوام وتابعي شا؟ تابعي فرضة، يعني برا أن بشت فرضة. قد وفائدة هذه الرواتب وقد مفايفان رواتب شيء أنها تجبر الخلل والنقص. قد أذوان خلل وان كماسيا جبرت كت وتجد كتن الذي يقع في الفرائض أو اتكبنت فرزاده، كما مضى بيانه وكي ديار كرنا في چندهاني بوتا بوري الحكمة مشروعية ده. وعدد الرواتب 10 ركعات. وتجمارا راتبة چند ركعة؟ 10 ركعة. مروف اتكتن البرا والبشت النفيجت فرس. وهي المذكورة في حديث ابن عمر أو جئوني تهاتنا بحسكرن حديث عبد الله كري عمري ده. قلتي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. قلت منش پیغمبري عليه الصلاة والسلام بخوار قرد وججبر قرد او 2 ركعات تكرم بري نفجاني برو، وركعتين بعد الظهر و2 ركعات بشتي نيفرو هذا 4، وركعتين بعد المغرب و2 ركعات بشتي نفجا مغرب هذا 6، وركعتين قبل العشاء و2 ركعات بري عيشة عفوا بعد العشاء بشتي عيشة هذا 8، وركعتين قبل الغداء و2 ركعات بري نفجا سبيدي هذا بنده. قلتي كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قلتي أو ساعة وقت يبو از چجارا نتشو مدف پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام كانجي بحسب بري نبجاس بيدي 2 ركعات بري نبجاس بيدي ما چه زانيت كرن. قلتي 2 ساعة دا از چجارا نتشو مدف پیغمبر مديد بيد. بس فحدثتني حفصة يبو من قود كو هفجينا پیغمبر بو عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا طلع الفجر أجر سبيده هلادبا وأذن المؤذن وبانج بيجي بانج خدابا صلى ركعتين. پیغمبر صلى الله عليه وسلم شد كر 2 ركعات تكرم أفاجي شوي يا ثابت بي. ويتأكد للمسلم أن يحافظ على 12 ركعة. وقود تشتكي جالك باشا بمروفي بصرمان أو 12 ركعة بارزيتا 12 ركعة بارزگاري السر بكتن. بوچه وان 12 ركعة أبد برو بشتا نويجا فرس أم بارزگاري سر بكين. قلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم جبر قلتنا پیغمبري عليه الصلاة والسلام ما من عبد مسلم نينا چه عبدك بصرمان هبدا يصلي لله تعالى بخد تعالى نويجا بكتن چند نويجا في كل يوم هر روجك 12 ركعة 12 ركعة بكت. اگر هر روز 12 ركعة كرن إلا بنى الله له بيتا أو بني له بيت في الجنة. إلا خد تعالى دي مالك بو آواكتن يانجي قود إلا دي مالك بو إيت آواكرن في الجنة الكيبة البحشتي. هذا جزاء ايه خلاتك مزنة اجبلي هندي كودي كي ماسير نفيج تايت فرس تاجيكتن. قلت وهي 10 المذكورة سابقا. قلت ما قلت 12 وتبين كي قلت 10 مانا تفيد بش 12 مروف بارزگاري سر بكت او 12 كينا كيشكن
قلت وهي العشر المذكورة سابقا أو دهن يتبرن كما بدا قلتي فدو يديكشكن قلت إلا أنه يكون قبل الظهر 4 ركعات بريني بروشينا دوابكي دي چاركي أبدا بنا دوازده. فقد زاد الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي أو حديث بورية أم حبيبة أو برنو كلمة بوري. إمام الترمذي هشتا لزيادات كتن قلت 4 قبل الظهر چند برني برود كرن؟ 4 كرن وركعتين بعدها ودرك عزي بشتي نيبرو وركعتين بعد المغرب دو بشي مغرب وركعتين بعد العشاء دو بشي عشاء وركعتين قبل الفجر ودو برين بيجس بده. ولما ثبت في الصحيح وجبر وجي أو أكو ثابت بويبوما الصحيح ده من حديث عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلتي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. عائشة رضي الله عنها قلتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بري نویجانی برو چجارة 4 ركعات نتهلن يعني هر جار 4 ركعات خود کرن. وآكد هذه الرواتب باشه ما قد 12 نمانه بس يش همية تأكيد تركيش كن قلت ركعتا الفجر هر 2 ركعات نفجس بدنا وهما سنة الفجر القبلية أو 2 ركعات سبيدية بل نفجس بدنا كران لقوله صلى الله عليه وسلم شبال قلنا في غنبري عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها هر 2 ركعات بل نفجس بدنا خير تنش دنيا وهر تشتكي الدنيا دهي. ولقول عائشة رضي الله عنها عن هاتين الركعتين وهرصش برقودنا عائشة يجي درباري أفان هر 2 ركعات دا أو يقولي ولم يكن يدعهما أبدا وبيغمبر خدا عليه الصلاة والسلام أبدا أو 2 ركعات يتبالي نفجس بيدي نتحلا. المسألة الخامسة حكم الوتر وفضله ووقته. ده بتحب بحثي حكم وتركت وخيروه ووقته. حكمه أول جار حكم وتر تشيا فرض سنة تشيا قد سنة مؤكدة سنتك تأكيد لكريا حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه الصلاة والسلام تشجيع مير السركري ورغب فيه ودل ما يبريه. فقال صلى الله عليه وسلم إن پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت إن الله وتر خده وتر يعني كتا يحب الوتر وحش تشتي كتت كتن وحش وترت كتن بجيم. وقال صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا قلت عليه الصلاة والسلام يا أهل القرآن جلي خلق قرآن يعني جلي أو كست هوا خلق قرآن كريا خدان اتخويننج برتيان تدجان عمل بيتكن أو تيرو هين وتر بكن فإن الله وتر يحب الوتر. ووقته وقت نفجا وتر كنجيا قلت ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء. وقت بشتي نفجا عيشة دس بتيت حتى نفجا سبت اب اجدنجيا همي زانايا ابا وقت افناف بالا هني لفعله صلى الله عليه وسلم ما چوا زانيا با وقت چونكيش بركريا را پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیغمبر عليه الصلاة والسلام فيناف بالا دا كري. ولقوله اجبر قتناوي إن الله أمدكم بصلاة خد تعالى قنجد قال هواكر ابن فيجاك هي خير لكم من حمر النعم أو من حمر النعم قلتي أو نفيش بو هوا بخير ترى اش حيشترى الصور أو جيكيشكا صلاة الوتر نفيجا وتر نفيجا وتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كان جيت تذكرن قلت نفبر نفيجا عيشة ده حتى سبيدت هالتا فإذا طلع الفجر وترقى سبيدة هالات فلا وتر هنجي شو وتر نامنا لقوله صلى الله عليه وسلم جبال قلنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام صلاة الوتر مثنى مثنى نفيجت عفوا صلاة الليل مثنى مثنى نفيجت الشبه دودوانا فإذا خشي أحدكم الصبح أجل إيكش هوا ترسيا قد سبيده هلت يعني
ساعتي تشي دفنا نزاين تنها هولي تهندي بانك دا شند ترشيا نزيك ادي بانك ادان بلا تشبكتن صلى ركعة واحدة دشكت دي ايك ركعات كتن توتر له ما قد صلى افركعتهن دي او ركعات ديت ويكري هميا كتكت دي هجموران كتكت چونك اكي هشت كربن في ايكيب كت ابابين نه اكي ده كربن في ايكيب كت ابابين يوصح هجموران چليكر كلكت فهذا دليل أبا بالجيل سيرفيشندي على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر كو وتر وقت بتشيت أجرس بدهالات قال الحافظ ابن حجر حافظ ابن حجر شد بيجي فتح البارية دا قدي وأصرح منه يعني في الدلالة باش نهشت شوي ودليل بوري صريح ترجي كو بتربو ما بتا دليل ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره باش نأوى يكو أبو داود ونسائي الروايات كري وأبو عواني صحيح كري وغير ويجي أن ابن عمر يقول عبد الله كري عمر بيجتا من صلى من الليل هل كسكين نفيجا الشافي بكتا الشافي عند نفيجا بخا بكتا فليجعل آخر صلاته وترا بلا الدموهيك نفيجا خبكتا كت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam emr بفيتشاندت كر فإذا كان الفجر قد أجر بسبيدة يعني سبيدة هالات فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر قد أبنا نفيج الشفي من نويتر ما خلاص شو وقت هذا جرنا قد وصلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله قد نفيجا ويتر أجر تلدمهيكا شباب كي قد بخير ترى تلدس بيكا شباب كي همو نفيجا عايشا بكي دركعات بكي ويتر خب كي هذا درسته بس اكي توي ويتر بعدمهيكا شباب بخير ترى لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل بس قد سنة أبوي كسي اویکو هزر بکد دمایکا شوه نرابید ابا واسا بارا بترزاین که دمایکا شوه نرابید بوی سنت او دست بکا شوه بکده چونکی اگه دست بکه کره و تأکید کر اگه هیلا احتمالای دیجه چید و کرنا و بتأکیدی چیتره هیلان اش هیلان و اتقل غیده و تأخیره لمن ظن انه يقوم آخر الليل و سنت بوی کسی او تأخیر بکده دمایکا شوه کش کس اويكو بشراز بتكو دي رابطة بلا او بخا تأخير بكال دمهيكا شباب بكال لما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل هل كسك بترصيتا ودمهيكا شباب بلكي نرابطة دي من تدخو فليوتر أوله بلا همال دسبيكا شباب بخا بتراخا بكال ومن طمع أن يقوم آخر الليل وأو كسي طمعي هبت كو دي دمويكا شافي رابط أبا بترهز راوية لسالندي كو دي رابط فليوتر آخر الليل بلا دمويكا شافي بخويت رخابتة فإن صلاة آخر الليل مشهودة قلت هنديك نفيجة دمويكا شافينا مشهودة يعني ملائكة لحاضرت بن شاهدت بن لحاضر بن وذلك أفضل وأو نفيجة ملائكة لحاضر بن طبعا ده چهتر بیدن اشعه